الفنان مصطفى درويش أثار حالة من الحزن العام في الحقيقة. فور الإعلان عن نبأ وفاته، خاصة إن هو يعني شاب في عمر 43 سنة، ووفاته جاءت بدون مقدمات. يعني السواق بتاعه بيقول إحنا كنا جاهزين نروح نصور بكرة، فصبحنا الصبح لقيناه توفى. فواضح إن هي أزمة قلبية، يعني محدش عارف الظروف إيه خاصة بالوفاة، ولكن إحنا في الحقيقة قدام نموذج رائع للممثل المصري الخلوق الملتزم. مصطفى يمكن ناس كتير ما تعرفش ان هو كان جات له كورونا من حوالي سنتين، وبعد كورونا آه، تواجدت لديه حالة فلسفية زاهدة في الحياة بشكل كبير. افتتح مطعم في المهندسين يملكه. آه، من اللمسات الإنسانية الرائعة اللي مأثرة حتى في محيط الناس اللي شغالين معاه وفي سكان المنطقة اللي بيقع فيها المطعم، إن هو كان يحط يافطة: اللي معهوش فلوس ياكل ويشرب ويمشي. كان بيعمل إفطار رمضاني يوزعه على الناس الغلابة. يعني كان له أعمال خيرية سايبة أثر طيب جدا في المنطقة اللي هو عايش فيها، وحتى بين زمايله وفي الوسط الفني. الغريب في الأمر في الحقيقة إن بعض المواقع الخاصة بالإسرائيليين على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الحسابات في الحقيقة كانت نزلت بوستات بتسخر من موته، بتقول إن هو سخر من العلم الإسرائيلي، فجاءت الوفاة مباشرة انتقاما من سخريته من العلم الإسرائيلي. وطبعا ده تعقيب على كان بوست نزله مصطفى درويش عن غراب بينبش في العلم الإسرائيلي. كان في علم إسرائيلي محطوط على أحد المباني الإسرائيلية، والغراب جه نزل العلم. ويمكن الفيديو ده متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعني كأنه دلالة لاعتراض الغراب على الاحتلال الإسرائيلي للقدس طبعا. فمصطفى كان شير هذا الفيديو وكتب بوست. فالإسرائيليين يشمتوا في وفاة مصطفى، يعني ردا على هذا البوست. طبعا كلام فارغ لا أساس له من الصحة في الحقيقة. مصطفى زيه زي كل المصريين وزي كل المسلمين وزي كل العرب بيرفض الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ويقول عليها فلسطين محتلة، وهذا هو الواقع في الحقيقة. رحم الله الفنان الجميل الرائع الخلوق المهذب، صاحب البصمات الإنسانية والخير، مصطفى درويش. بشكر حضراتكم. كنت معكم الصحفي هاني عبد الرحمن.